بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لقيت CD وجدت فيه حلقة اللي هي بتاعت اتجاه المعاكس للمدعو فيصل القاسم، وهو يتحاور مع هذه الشيطانة الأثيمة النصيرية الكافرة في وفاء سلطان. يعني الإنسان ما كاد يصدق أبدا إن في بشر يفكر بهذه الطريقة. يعني واحدة بلطجية مش وهي بتظهر إنها مفكرة وصاحبة مبدأ وكذا وكذا. ففي الحقيقة يعني حتى الرد للأسف الدكتور الفاضل الذي بذل وسعه في الرد عليها، الردود نفسها فيها بعض النظر. يعني كنا نود إن شاء الله نجد فرصة لنقاش مثل هذا، لكن المسألة إن الجرأة غير عادية في الطعن في الإسلام، في الطعن في الرسول عليه السلام. يعني هي كل مشكلتهم مع الإسلام. بس لو تلاحظوا إن العالم كله، كل العالم بلا استثناء، كل العالم وكل الأديان وكل المذاهب وكل السياسات فقط ضد الإسلام. لماذا؟ لأن النصرانية واليهودية فضلا عن سائر الأديان الوثنية هي قابلت مبدأ الزبون دائما على حق، قابلت مبدأ أن يجروا عملية قص ولزق في عقائدهم وفي شريعتهم وفي كل شيء. ليه؟ عايزين الناس تيجي كنائس هجرت وخربت في الغرب بالذات. فعايزين ايه يا جماعه؟ كذا حلال وكذا حلال، خلاص حلال مفيش مشكله. لماذا؟ عشان الايه؟ الزبون على حق. الزبون دائما على حق. في الاسلام يستحيل ان يحصل قص ولزق وعمليه التهذيب في زعمهم والغاء الاحكام وتغييرها. والله لو انفقوا مال الدنيا ما استطاعوا أن يحرفوا حرفا واحدا من القرآن الكريم. ده هو كل الأموال اللي بتزل والنشاط الزائد هذا في محاربة أي فكرة إسلامية أو أي مبدأ إسلامي، هي آية واحدة بتيجي بتمسح كل الكلام ده، تنسفه نسفا. ولذلك هم يعرضون نفخ الروح من جديد. كل ما الموضوع يتنسى يحيوا تاني. تحرير المرأة والقضاء والمرأة المأذونة والمرأة اللي مش عارف إيه. وكأن في حاجة اسمها قومية نسائية. يعني العالم كله في جهة، والنساء دي قومية خاصة بيهم. ويهللوا بقى ان الواحدة في روسيا مش عارف اشتغلت زبالة، وواحدة في البحرين بقت قاضية. انتصار لجنس المرأة، قومية المرأة، قومية النسائية، كأنها هي جزء مفصول من أمتها. وبعدين مين اللي بيضطهد المرأة أصلا؟ مين يضطهد المرأة في المجتمع الإسلامي؟ ومين المرأة اللي هيضطهدها؟ يعني أمه أو أخته أو بنته؟ من الذي يضطهد من؟ أما وجود الانحرافات وظلم فهذا في كل مجتمع. لكن هل الشريعة تبيح مثل هذه الممارسات؟ هل المرأة عرفت التكريم إلا بعد نزول القرآن الكريم ونجيل شريعة الإسلام السامحة؟ فهي مشكلتهم كلها مع الإسلام فقط لا غير. العالم كله الآن في حرب عالمية ضد الإسلام، لكن أسلحة متنوعة. مش شرط في كل مرة يعملوا اللي عملوه في أفغانستان والعراق وغيرها، مش في كل مرة. لكن أحيانا الأسلحة بتتنوع. ليه؟ لأنها بتصطاد عقول الأغرار والجهلة حينما يسمعون طعن، يعني لدرجة إن ممكن يعني واحد من الناس الجهلة يعني يستحي كده من أحكام الشريعة ويقول يا ريت يريحونا من الحاجات اللي جايبه لنا مشاكل دي، الحديث اللي فيها كذا واللي مش عارف اللي مزعله الناس دي. هم الطمع بتاعهم لا يقف عند حد. هم يعني كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش هيرضوا عنهم مهما. يعني احنا سبحان الله في البوسنة والهرسك، المسلمين في البوسنة والهرسك كانوا قد ضاعوا خالص، يعني ضاعوا تماما، لدرجة إن سمعت إن واحد من البوسنة قبل الحرب والمذابح يعني ضحى في عيد الأضحى بإيه؟ بخنزير. يعني تخيلوا مدى الجهل وصل إلى أي مدى، بيضحي بخنزير. والأوضاع كانت بالضبط زي الغربيين، نفس الانحلال ونفس الضياع ونفس البعد عن الدين وشرب الخمور، عادي زي أي شعب غربي. ومع ذلك ما شفع لهم انحرافهم عن الإسلام لما أرادوا أن يذبحوه. مذابح البشعة التي حصلت والتي ينظر مثيلها في التاريخ على مسمع ومرأى من العالم كله، وكله ساكت لحد ما يعني وصلوا لمآربهم. ف يعني شئتم أبيتم أنتم ما زلتم، يعني طالما ما زلتم على بقية ولو يسيرة جدا حتى في أسمائكم، بس أسماء بس، لن يطيقوكم وسيعملكم عنكم إرهابيون ومتطرفون. فهم لن يرضوا كما قال تعالى:
ومن أصدق من الله قيلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى الغاية حتى تتبع ملتهم. قبل هذا الاتباع لن يرضوا. يقولون هل من مزيد من التنازل والطعن في الدين. فالآن هم يحاولون محاربة الإسلام بتمييع مفاهيمه تحت ضغط العولمة. لا ينبغي أن نقلق من هذا، لا نقلق، لأن هذا دين الله، والله هو الذي يحفظ دينه وينصره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكونهم يكرهون الإسلام ده شيء طبيعي، يعني شيء مش جديد، مش مفاجأة أنهم يكرهون الإسلام. لكن المشكلة كلها في إعراض المسلمين عن تعلم دينهم أو عن الدفاع عنه وضد هذه الحملات الشيطانية يعني الإبليسية. كل مشكلتهم فقط مع الإسلام، لا يوجد دين. ليه؟ لأن بياخدوا على الإسلام. يقول لك احترام الآخر، قبول الآخر. هل حينما تصف الآخر بأنه كافر وكذا وكذا، هل هذا احترام العقيدة واحترام كذا؟ ساعات المحاور يقع في الفخ فيقعد يدافع دفاعات ضعيفة، يعني ممكن ترد عليه، بس هي يعني امرأة يعني أجهل من أنها تستطيع الرد. يعني هي يعني إيه، لقنت هذا الكلام وتحت الهيمنة الأمريكية دي قعدت 3 أيام بايتة في الشارع في الطابور أمام السفارة الأمريكية عشان تحصل على تأشيرة دخول أمريكا لتحقق الحلم الأمريكي. وبعدين دي نصيرية، هؤلاء هم النصيرية الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم أكفر من اليهود والنصارى. تشتم الإسلام بمنتهى الصراحة والنبي عليه السلام، والثاني الخبيث الدرزي سايبها تاخد راحتها خالص وتعبر بقى عن رأيها. عموما هو الإسلام لا يشفق إطلاقا من محاورة علمية. مستحيل أن يهزم الحق في مناظرة علمية منصفة، لكن هؤلاء البلطجية كلهم بلطجية. الذي أريد أن أقوله، هم لما بيتكلموا ويهاجموا الإسلام بهذه الطريقة زي ما قلت الخوف بتاعهم، أو يعني كل العالم متكتل ضد الإسلام بكل أنواع الأسلحة الآن، معنوية وحسية إلى آخره. القضية إن مشكلتهم مع الإسلام بس ليه ما فيش مشكلة؟ ما هي بتقول امبارح بتقول إيه؟ تقول هل رأيت يهوديا قط فجر أو قتل أو عمل؟ واللي بيعملوه في فلسطين ده إيه؟ بتقول لك هل رأيت؟ لن تجد يهوديا أبدا يفجر ولا يقتل. امال اسمه ايه ده؟ جولدشتاين ده كان اسمه مردوخ، ولا اللي هو عمل مذبحه المسجد الاقصى والناس بتصلي الفجر وقتل حصد المصلين وهم يصلون. دي كان ايه؟ ما كانش يهودي؟ ما حدش قدر يقول عليه متطرف ساعتها، مره مرتين وانتهت. احنا بس التطرف حكر علينا. فالقضيه ان لما بيتكلموا يعني هي المساله ان ما ينفعش دين الحق، ما هو عشان هو دين الحق، لأنه هو دين الحق. وبعدين القضية مش مسألة شخصية، يعني إن أنت حر تختار الدين اللي أنت عايزه. يعني عملية التسامح، وده خطأ بيقع فيه كثير ممن يدافعون أو يناظرون هؤلاء الناس. التسامح، مجال التسامح ليس هو مجال الاعتقاد. مجال التسامح هو مجال المعاملة. واضح؟ بمعنى آخر، طبقا للقوانين الدولية والحقوق الإنسان وكل الكلام ده، في حرية الاعتقاد. يقولون احترام حرية العقيدة، نعم نتنازل معهم ونتكلم، ماشي حرية العقيدة. طيب حرية العقيدة دي أنا حر أعتقد فيما أشاء، حتى أباحوا أن تعتقد في الشيطان، تعبد الشيطان. ففي حرية عقيدة طبقا لمبادئكم أنتم التي اخترعتموها. طيب أنا بعتقد اليهودي كافر وهيخلد في جهنم، وبعتقد أن التوراة والإنجيل محرفين، وبعتقد أن عيسى نبي وليس إلها، ونعتقد كذا وكذا وكذا. واليهودي يعتقد أني كافر أو أني داخل النار، وكذلك النصراني، وهكذا. فده ما اسموش تعصب، هو بيسموه تعصب لما يجي من ناحيتنا احنا بس، لكن هم عندهم نفس الشيء ومحدش بيقول عليهم متعصبين. فكوني أعتقد أن النصراني مخلد في جهنم لو مات على هذه العقيدة، أو أنا حر طبقا لمبادئهم هم. لكن التعصب فين؟ في المعاملة، أنك عندما تتعامل معه تبخسه حقه أو تظلمه أو نحو ذلك من المخالفات للشرع الشريف. واضح؟ فالتعصب في المعاملة، واضح، وليس التعصب في الاعتقاد. فدي نقطة الحقيقة الناس كثيرون لا يلتفتون إليها، وبياخدوا صورة المدافع المحامي الفاشل شوية، محامي فاشل مع أنه يدافع عن أعدل قضية. فالإسلام هي يعني حقيقة الحقائق في الوجود كله، أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد، الدين الحق الوحيد.
في بعض المناسبات شخص كان من الجهل أيضا الغارقين في الجهل ومتأثر مثل هذا الضلال المبين بيقول إيه في بعض النقاشات، بيقول له يعني أنت عايز تثبت إن الإسلام هو الدين الحق؟ ينكر على واحد بس جاب كلمة الإسلام في النص كده. يعني أنت عايز تقول إن الإسلام هو الدين الحق؟ فهي دي الجوهر الموضوع، إن هو الدين الحق. ده هي المسألة المراد الموضوع فهم الآخر وتقبل الآخر. تقبله يعني أصح حقيقته، ده معناها إن الناس كلها تعيش في جو رمادي أبيض وأسود انتهي بقى، وده قضاء على الدين. فهي المسألة أننا لا نقلق على الإسلام، ولكن طبعا لابد من أخذ الأسباب في التصدي لهذه الحملات، كما قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن الكريم. هذا من أقدس أنواع يعني الجهاد. بس الملاحظة الأخيرة لأني استطردت، أنا تعجبت أن الإخوة أمام المسجد يبيعوا مثل هذه السيديهات. معلش يعني عيب أن الإخوة اللي بيشتغلوا في موضوع الأشرطة والحاجات دي عيب عليهم أن يبقى برضه منطق البيزنس يعني والتسوق. لابد ان اللي يجي المسجد يبقى عنده عقيده. فقلنا مرارا انه لا يجوز اشاعه الشبهات. الشبه لا تخدم الاعداء بانك تروجها وتطبعها وتنشرها. فبنلاحظ يعني بعض الناس ينشر هذه الاشياء حتى لو كان معها الردود، احيانا الردود تكون ضعيفه. ولا شك ان القلب اذا لم يستمع اصلا للشبهه فهو اسلم، لكن ربما يستمع للشبهة ولا ينصت جيدا أو لا يفهم الرد. فالقضية إن ما يعرض الإنسان نفسه ويدنس قلبه ويؤذي سمعه بمتابعة مثل هذه الأشياء إلا لمن يتابعها ليرد عليه. أما الانفتاح على هذه الأشياء فهذا مخالف لمنهج السلف. واضح؟ يعني نكتفي بهذا القدر من التنبيه. ولكن هي القضية إن ده ضعف في الحقيقة. يعني ده ضعف، يعني الإسلام ما ينامون الليل في الشرق والغرب والشمال والجنوب، كلهم ما لهمش كلام دلوقتي غير على الإسلام، وكل الحملة المسعورة متجهة إلى عمل عملية تجميل. الإسلام ده مش عاجبهم بالشكل بتاعه كما أنزله الله، فلازم المسلمين يحرفوا دينهم زي ما هم عملوا. وده اللي قالته الشيطانة وفاء سلطان النصيرية الحاقدة الكافرة المشركة. فهي بتقول لازم تراجعوا مفاهيمكم وتصححوها. والقبول الآخر معناها إن الباطل يستوي مع الحق، وهم بيتنازلوا أنهم على باطل، فما فيش مانع كل واحد يتنازل شوية عن حاجة عشان الأمور تمشي. لكن هو اللي بيتصادم معاهم إيه؟ لأنه مخالف لأهوائهم، اللي هو الدين الذي يستحيل ولو بذلت أموال الأرض وأضعاف أضعافها في أن تغير منه حقيقة واحدة أو حرفا من آية في كتاب الله فلن يقع. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الإسلام لا يخشى ولا يشفق من المناقشات العلمية أبدا، بس دول قوم ما يعرفون الإنصاف. ما يعرفون الإنصاف. يعني أي مناقشة منصفة ما بتقع، وإنما يعني يقبضون على المحبس ويتحكمون في كمية الكلام وفي نوعية الكلام وفي نوعية الذين يتحدثون. يعني هذا استطراد عابر بمناسبة الحملة التي تعيشونها جميعا وتعرفون يعني أبعادها في هذه الأيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يخذل أعداءه. ولذلك والله سبحانه وتعالى يعني أليس الله بقادر على أن هؤلاء الملاحدة والأعداء الذين يتكلمون على الإسلام، يعني مش قادر ربنا يقول كن فيكون وكل الناس يبقوا على قلب أتقى رجل من البشر؟ قادر، بلى قادر على ذلك. لكن القضية أن دي دار ابتلاء، الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. فمما يعزينا نحن التربص بهؤلاء القوم، فتربصوا إنا متربصون. التربص بأنه أقسم ما فيها إيه؟ أنه هو إذا انتقل إلى الدار الآخرة رغم أنفه فسوف يكتشف الحقيقة، لكن حيث لا ينفع اليقين في الدار الآخرة شيئا. العبرة باليقين هنا. فساعات ما بتجدش شيء يعزيك في ضلال هؤلاء القوم سوى أن هم مصيرهم يلقون ربهم عز وجل ويكتشفون أي الفريقين كان على الحق. هذا ما يواسي الإنسان حينما يرى هذه الحملات المسعورة التي تتكالب ليل نهار على الصد عن سبيل الله. الاستراتيجية الجديدة الآن للاستعمار في ثوبه الجديد كانت يعني فيما مضى فرق تسد، الآن شوش تسد. شوش يعني ما يبقاش فيه معالم بين الحق والباطل بالكفر والإيمان، الأمور تختلط وتشوش ويحصل نوع من التصالح بين هذه الأشياء المتعارضة حتى ما يبقى عند أحد مبدأ.
يعني يدعو إليه أو يعني يقاوم في سبيله أو نحو ذلك.